السلام عليكم ورحمة الله. معكم ديزاكس وراني جيتكم في مقطع جديد. في بعض الأحيان تكون تلعب في لعبة فري فاير في محاكي بلو ستاكس أو أما ساي بلاير، وفجأة تنقطع عنك الإنترنت ويرتفع البينج، رغم أنه الإنترنت عندك في حالة جيدة. لو أنك تدخل الكروم أو أي متصفح راح تلقى أنه الإنترنت كينة وتمشي عادي، وهذه هي الحاجة التي أنا كنت نعاني منها دائما من قبل، ولكني أنا وجدت لها الحل وحبيت أن أشارك معكم هذا الحل في هذا المقطع تاع اليوم. على السبب إذا كنت جديد معنا في القناة ما تنساش أنك تشترك، إذا كنت مشترك ما تنساش أنك تحط لايك، وإذا كان عندك أي مشكل فلا تنسى أن تخبرني في التعليقات في الأسفل. And let's go. أول شيء سنقوم به هو أن ندخل إلى محاكي بلو ستاكس وندخل إلى لعبة فري فاير وننتظره إلى أن تفتح لعبة فري فاير. يا ربي اطلع. بعد ما ندخلوا إلى لعبة فري فاير، لو أنكم تلاحظوا هنايا بالضبط هنايا كان عندي صفرة قبل قليل، أني مخلوع كيف رجعت بيضاء. المهم إذا صار لكم مشكل في الإنترنت ما على باليش أنا ارتفاع البينج، عندك طريقة بسيطة فقط، أنك تجي هنا للأسفل تضغط هكذا، تذهب إلى مدير المهام وتبحث عن أيقونة تطبيق بلو ستاكس، واللي هو هذا هاوين. هما 5 أيقونات يظهروا هنايا، ولكن احنا رانا رايحين نركزوا على هذا الزوج هاوين. أولا أني حاب نفهمك أنه في غالب الأحيان السبب الرئيسي في ضعف الإنترنت من تلعب فري فاير هو التطبيقات التي تمشي في الخلفية كما بلاي ستور أو أي تطبيق واحد آخر ما على باليش أنا. المهم حتى ولو كان ما يكونوش هذوك التطبيقات، هنا التطبيقات اللي في الخلفيه رايحين يستهلكوا الانترنت. كما ترون راهي رجعت عندي حمراء من جديد هنايا، حسبي الله ونعم الوكيل. المهم كيفاش نقوم بتوقيف تلك التطبيقات التي في الخلفيه واللي هي اللي راهي موجوده هنا في الصفحه الرئيسيه. لو ان نجونا للصفحه الرئيسيه كما راكم تشوفوا، ندخلوا الى سوبر يوزر راح ندخلوا عادي، كفاهمني، هاي تنضغط عادي. فاحنا رانا لازم احنا لازم نحبسوا ذيك التطبيقات اللي في الخلفيه باش يتسقم عندنا البينج ونلعبوا لعبه عاديه، او نجرب ندخل فقط لعب الوحيد باش نشوف الانترنت اذا تكون عندي مليحه ولا لا. اي او ماي جاد بوكو. اوكي البينج عندي مليح شويه انا دروك، على عكسكم انتوما. انزع يعني وقت برا. المهم ما صراش معايا ذيك المشكله، وكنعاودوا نخرجوا باش نوريكم الطريقه كيفاه. المهم على حسب ما حبيت نشرح لكم انه في غالب الاحيان انه السبب في ارتفاع البينج وضعف الانترنت هو التطبيقات التي تمشي في الخلفيه، وهي التطبيقات اللي تمشي في الصفحه الرئيسيه. فكيف نحبسها هو ان نروحوا الى هنايا في القاعدة دقيقه برك، نذهب الى هنا في الاسفل، نضغط هكذا، نذهب الى مدير المهام ونبحث عن ايقونات الخاصه ببلو ستاكس كما ترون. وحنا رانا رايحين نركزوا على الاولى اللي هما بلو ستاكس وبلو ستاكس 4. في بعض الاحيان هذه بلو ستاكس تكون ايضا اسمها بلو ستاكس 4، فواحده فيهم لازمنا نحبسوها، واللي هي اللي راهي دير تنظف في الانترنت، واللي هي اللي تستهلك رام اكثر. كما راكم تشوفوا واحده تستهلك 1 ما هيش ثابته، واحد تستهلك 72.4، وقدر تستهلك 50، قدر تستهلك 30، ولكنها تبقى ثابته كما تلاحظون، واللي هي لازمنا نحبسوها. المهم بعد ما نحبسوها كما ترون، لو كان نرجعوا الى الصفحه الرئيسيه نقوم بالضغط في اي مكان هنا، راح نلاحظوا انها ما هيش تخدم ولا راهي مجمده الصفحه. هكذا رانا حبسنا التطبيقات التي في الخلفيه وقللنا استهلاك الانترنت، وهكا يعود يرجع البينج عندك قليل، وراح تحل مشكل تاع اللاج اولا، وثانيا ضعف الانترنت. وكان هذا هو الحل تاع المشكل تاع نهار اليوم. وإذا كنت جديد معنا في قناة يا صديقي المشترك، لا تنسى أن تشترك في قناتي هذه، ونحن نشكرك شكرا جزيلا على كل لايك وضعته في قناتنا.